أيام العشر من ذي الحجة بلشت، وهي أفضل أيام بيكتبها الله علينا في عامنا، وربنا قال عنها وذكرهم بأيام الله. يعني هاي الأيام هي أيام ذكر وتكبير وتهليل وتحميد، والعمل الصالح فيها مضاعف وليس كمثله شيء. فيا رب قدرنا وتقبلنا يا رب العالمين. المهم اليوم كنت صايمة الحمد لله، وعندي ألم في معدتي شديد، فقررت أعمل رز أبيض وشوربة قرع اللي هو اليقطين أو البامكن. سبحان الله، اقرأوا عن قصة سيدنا يونس كيف الله أنبت عليه شجرة من يقطين بعدما خرج من بطن الحوت. وأصعب شيء هو تقشير القرع، يعني صراحة كثير بيغلب، بس الحمد لله تمت المهمة بنجاح. غسلتهم كتير منيح، سلقتهم مع بعض مع ملح وما كترت بهار، وحطيت أوريغانو. وفيكم تخلطوهم بالهاند بلندر، بس أنا ما كان عندي فاستخدمت هاي، وكمان فيكم بالخلاط. شوفوا الرز ما شاء الله كيف، وحماصة توست بالزعتر بالاير فراير. وبعد الفطور عملت كاسة شاي أخضر، وعن جد كان في كتير ملل فطلعت أتمشى لحالي. فالحمد لله رب العالمين. يا رب إنا مغلوبون فانتصر لنا، يا رب كن معي في غربتي، وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد.